بعد 20 عاما في الغيبوبة. وفاة الأمير الوليد بن خالد تهز قلوب السعوديين. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. تنعي قناة نبض الأخبار الآن إلى الشعب السعودي والأمة العربية والإسلامية صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن خالد بن طلال السعود، المعروف إعلاميا الأمير النائم، الذي وافته المنية صباح اليوم السبت بعد أكثر من 20 عاما من البقاء في غيبوبة كاملة. وكان الأمير قد دخل في غيبوبة منذ عام 2005 بعد تعرضه لحادث سير مأساوي وهو لا يزال طالبا متفوقا في الكلية العسكرية. ورغم التدهور الكبير في حالته الصحية، ظل تحت الرعاية الطبية المتخصصة طوال هذه السنوات وسط دعوات من الملايين بشفائه. أعلن والده الأمير خالد بن طلال خبر الوفاة عبر حسابه على منصة X قائلا: بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره ننعى ابننا الغالي الأمير الوليد بن خالد بن طلال بن عبد العزيز السعود رحمه الله، الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى اليوم. لقد كانت قصة الأمير الوليد واحدة من أطول قصص الصبر في العصر الحديث، حيث ظل 20 عاما في فراشه دون حراك، لكن محاطا بمحبة أهله ودعوات الناس له. قناة نبض الأخبار الآن تتقدم بخالص التعازي وصادق المواساة إلى العائلة المالكة الكريمة، سائلين الله أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون.